هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. الفيديو النهارده هنتكلم عن المنتجات او بدايل المنتجات المستوردة. طبعا كلنا الفترة دي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقاطع كل المنتجات اللي احنا متعودين عليها وبقالنا سنين بنستخدمها، فهنحاول دلوقتي نعوضها بمنتجات مصرية. ومش شرط تكون مصرية، المهم ان هي تكون ما بتدعمش الكيان اللي احنا طبعا عارفينه. فاول منتج حابة اتكلم معاكم عليه، وهو طبعا اهم منتج بالنسبة لنا كلنا، وهو المنتج بتاع باسم بادي وركس. طبعا السبلاش بتاعه او البادي ميست بتاعه كلنا كنا بنعشقه، فجايبه لكم بديل له. وهو بصراحة ما يعتبرش بديل، هو حلو جدا، وهو السبلاشات بتاعت ايفا. سبلاشات ايفا يا بنات حلوه قوي. جايبه لكم اللي هما الجولد سبيل اللي هو بريحه الكراميل، وجايبه لكم كمان اللي هو كوزي دريم اللي هو فانيليا شويه. وكمان في 3 انواع تانيين من السبلاشات بتاعه ايفا، هما تقريبا 5 انواع وكلهم بصراحه احسن من بعض. تاني منتج هو بوباي، ده بديل ل السبلاش او السبراي او الثيرمال ووتر بتاعت افن او لاروش بيزي او فيتشي. طبعا دي شركه مصريه، بوباي شركه مصريه برضو. الثيرمال ووتر بتاعها حلو، بينفع للبشره وبينفع للجسم، وحجمه 120 ملي، وكمان سعره حلو جدا، كنت جايباه ب 130 تقريبا، فحلو قوي. تالت منتج معايا وهو المنتج اسمه شان عامل منتجات كتير قوي. اللي معايا النهارده ده كريم او بادي ميلك للجسم، حجمه كبير جدا 300 جرام. المنتج ده يا بنات حلو قوي لانه للبشره الجافه، كلنا داخلين على الشتا طبعا. ده فيه هيلورونيك اسيد وفيه سيراميد وفيه نياسيناميد، حلو جدا للبنات اللي عندهم جلد الوزة، ومرطب كويس قوي، وينفع للبشرة الحساسة، وحجمه كبير قوي، وكمان سعره حلو. وكمان شان منتجاتها كلها حلوة، في كريم للبشرة، جل للبشرة الدهنية، وفي كريم اللي هو كريمي يعني للبشرة الجافة. المنتج التاني برضو خاص بالجسم، وحتى انا مخلصاه اهو من شركة حياة، ده برضو كويس قوي، بادي لوشن للجسم حلو برضو، وبيرطب الجسم كويس قوي برضو للبشرة الجافة. وكمان في يوريا عشان لو بشرتك برضو فيها جلد وز او كده. فالمنتجين دول كويسين قوي ومصريين، شركة حياة وشركة شان. وزي ما قلت لكم شان عاملة منتجات تانية كل اللاين بتاعها حلو. نيجي على الديودرانت، طبعا بدايل طبعا فيتشي وبدايل نيفيا والكلام ده. في عندي مالتكس، الاتنين دول مصريين، مالتكس وستارفيل. بصراحة دول المنتجات المصرية اللي انا استخدمتهم بالنسبة للديودرانت. الاتنين يعتبر مش عجبوني قوي. اول واحد اللي هو كان مالتكس او ميلتكس، ده عمل لي حساسيه، فده مش هجيبه تاني. وفي ناس شكرت فيه بصراحه، بس انا نفسي ما شكرتش فيه ومش عجبني. المنتج التاني ستارفيل، في ناس كتير قوي قالت عليه كويس، بس للاسف انا استخدمته بعد ميلاتكس ده، فكان لسه عندي حساسيه. بس في بنات كتير بتشكر في ستارفيل جدا وبتقول عليه ان هو كويس. فالمنتجين دول عليهم يعني ضجه شويه، في ناس عاجبها المنتجات دي وفي ناس مش عاجبها، بس اهم حاجه ان هم مصريين. بس لو هرشح حاجه منهم هرشح اللي هو ستارفيل. المنتج اللي بعد كده طبعا لا غنى عن الهيلورونيك اسيد. فجايبه لكم السيرم ده بتاع اسمه تقريبا ايزابيلا تقريبا، ايزابيلا او لا الزافيكا، اسمه الزافيكا، بتلخبط في اسمه. ده سيرم هيلورونيك اسيد، بس ده يا بنات كوري. طبعا احنا كلنا عارفين الماركه الكوريه دي، او عارفين السيرم ده، معظمنا عارفينه طبعا. بما ان هو مش بيدعم الكيان فهو معانا لحد ما الاقي منتج مصري بيعمل هيلورونيك اسيد. هو حلو قوي وبيقعد فتره كبيره وترطيبه حلو قوي. طبعا لو شفت ريفيوهات عليه هتعرفوا كلكم ان المنتج ده كويس. نسيت اقول لكم برضو من بوباي عامل برضو السان سكرين. انا عايزه اقول لكم ان انا جربت كل السان بلوك بتاعت الماركات المشهوره جدا، زي لاروش وزي فيتشي ويورياج. كل المنتجات فعلا المشهوره جربتها ومش عجبني ولا سان بلوك منه، لدرجه ان انا كنت بوزعهم. اللي عجبني فيهم هو بوباي. على فكرة معظم المنتجات اللي بكلمكم عنها دي ويمكن كلها انا بستخدمها من قبل المقاطعة حرفيا. فبوباي ده عندي بقاله تقريبا اكتر من سنة، حلو جدا يا بنات. هو جل
بس هو لونه ابيض، بس طبعا لما بيتفرد على البشره بيبقى ملوش اي لون خالص، والبشره بتمتصه بسرعه جدا. بيناسب كل البشرات الجافه والدهنيه والمختلطه، ما بيعملش حبوب. والبشره احسن حاجه ان هو بيعملش شاين او لمعه في البشره. تقدري تحطيه لوحده، وممكن تحطيه قبل الميك اب عادي، وبيقعد فتره كبيره جدا. وطبعا حجمه كويس وسعره كمان كويس جدا مقارنه بالانواع التانية. اهو جبت لكم السيرمال ووتر بتاعه نفس الماركه اللي هو البوبي. الماركه دي مصريه، فمنتجاتها بتعتبر كويسه على قد الايد، وكمان تاثيرها حلو. فارشح لكم المنتجين دول، السيرمال ووتر والسان بلوك. نيجي بعد كده على الشاور جيل. طبعا كلنا عارفين ان لوكس مقاطعه، انا بستخدم فريدة تقريبا بقالي سنتين او اكتر، وبستخدم انواعها كلها. فريدة عاملة شاور جيل تحفة، في روايح منه كتير. اللي معايا النهاردة اسمها كلين سكاي، دي حلوة جدا يا بنات، ريحتها فظيعة. يعني عاملة زي روايح البرفيوم الرجالي، يعني ممكن يناسب كمان الرجالي اكتر من البنات. فالريحة دي حلوة قوي. حجم شاور جيل 650 ملي. الشاور جيل ده فيه جوز هند وفيه ارجان، فتحفة. وجربت منه كمان لون تاني اورنج او بينك شوية، كان اسمه سويت داي، برضو تحفة تحفة تحفة. ريحته سويتي قوي، عجبني برضو قوي جدا. دول اكتر ريحتين عجبوني، اللي هو اللبني والبينك. حلو قوي وبيقعد فتره كبيره قوي، وبيناسب كمان البشره الحساسه، وكمان ريحته بتفضل ثابته في الجسم، فدي حلوه. وكمان ارشح لكم مود كنت اتكلمت عنه قبل كده، برضو شركه مصريه، ففريده ومود الاتنين كويسين قوي. و نيجي بعد كده على المنتج اللي هو كلاري. ده منتج برضو مصري حلو قوي يا بنات. جربت منه منتج واحد بس، وهو السكراب بتاع الشعر، فروة الراس. طبعا زي ما احنا عارفين بنحب نعمل لها من فترة للتانية سكراب، عشان الزيوت المتراكمة والدهون تطلع معانا، وبشرتنا تتنفس اكتر، واي حاجة نحطها على البشرة او على الشعر تمتصها بسهولة. فالسكراب ده حلو قوي، ده بالماتشا، حلو قوي يا بنات. بتعمليه كل اسبوع مرة قبل ما تستخدمي الشامبو. هو عبارة عن حبيبات كده، وريحته بيدي انتعاش كده لفروة الراس، حلو قوي. وده حجمه 200 ملي، هيقعد فترة كبيرة جدا. وعلى فكرة الشامبو نفس الماركة حلو قوي، والحمام الكريم او الكونديشنر بتاع كلاري برضو حلو قوي. فالمجموعة كلها برشحها لكم، اسعارها كويسة، وكمان حاجة مصرية. نيجي بعد كده على كريم الايد او الرجل، وهو لونا. ده طبعا بديل بقى مش هقول لكم بديل بسم بادي، بس بديل المنتجات الايد اللي هي زي مثلا فازلين بتاع الايد، زي نيفيا بتاع الايد. فده حلو قوي، وهيناسبنا كمان في الفتره اللي جايه، فتره اللي هي الشتاء وفتره الخريف. كلنا ايدينا بتجف ورجلنا بتجف، حلوه قوي يا بنات. بيستخدم للايد ده، او افضل ان هو يتحط قبل النوم، لان هو كريم فازلين شويه او جليسرين شويه. ده حلو جدا للايد وللرجل او للكعب، تحطيه قبل ما تنامي زي ماسك كده، عشان تقومي تلاقي ايديكي ورجليكي ناعمين جدا. فانا برشح ده. ومنتجات لونا كمان كلها كويسه، حتى كمان هم عاملين ست هتلاقيه في صيدليات، بيبقى عباره عن كريم ايد وكريم رجل، وفي كمان كريمين للجسم، 4 منتجات في ست واحد. نيجي بعد كده على الشيت ماسك اللي انا عشقته. بصوا مستخدمه منه قد ايه. عايزه اقول لكم ان انا بستخدمه بقالي اكتر من سنتين، يعني قبل مقاطعه ولا قبل اي حاجه. كل المنتجات اللي بتكلم عنها النهارده لو لاحظتوا هتلاقوني ان انا مستخدماها من فتره، مش لسه جايباها. فانا عندي انطباع عنها من زمان. الشيت ماسك ده انا اتكلمت معاكم قبل كده عليه، وقلت لكم ان هو وهمي، وبصراحه يضرب اي شيت ماسك تاني. شيت ماسك ايفا ده بالهيالورونيك اسيد، وبيكون في الباكج الواحد 3 شيت ماسك. حلو قوي، بيرطب كويس قوي يا بنات، وسعره كويس قوي مقارنة بالاسعار التانية. وبصراحة ترطيبه حلو قوي، وبصراحة ارشحه جدا وبشدة بشدة. بس كده يا بنات، دي منتجاتي النهاردة. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية كتير عن البدايل، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.